تعرضت إلى حادث حرق بالماء الساخن قبل أكثر من شهر. راجعت أطباء، راجعت تمريض تقريبا لمدة 11 يوم بمدينتي. فوصلت إلى مرحلة أنه تعبت جدا. زوجتي عرضت علي أنه أجي للسليمانية تشوف مستشفى، فنصحونا بمستشفى الفاروق. فجينا على المستشفى رأسا الحمد لله، يعني أول ما وصلنا المستشفى باب الطوارئ رأسا استقبلونا بسرير ودخلوني جوا. شافني الجراح الموجود بالطوارئ، اتصل رأسا دكتور محمد محمود دقائق وحضر إلى الطوارئ. المهم دخلت العملية، طلعت ثاني يوم جاني دكتور محمد طمني قال لي الحمد لله، وجهه يضحك. ثالث يوم سوالي عملية أخرى، هماتين قشط يعني. المهم بالعملية الثالثة من طلعت اجاني كان يقول لي أبو خالد عبرنا النص. والله الدمعة ما وقفت بعيني، يعني حسيت رحمة رب العالمين نزلت بذيك اللحظة. حسيت هيك بدي أحضنه للدكتور يعني. ليش؟ لأنه أنا شفته بإيده يفتح الضمادات ويباوع ويرد يضمدني من جديد. زين، لحد ما كمل لي العملية الخامسة. بس شنو ما شفت مثل الوضعية اللي شفتها هنا. بقيت 14 يوم 14 يوم دا تحس انه الطبيب الجراح بايده دا يقدم لك الخدمة. يعني مستشفى راقية بأطبائها درجة الأولى، كوادرها درجة ثانية، بخدمتها يعني بنظافتها. يجيبوا لك علاج طبيعي، يجوني يحركون برجلي، يعني خدمة ما بصراحة يعني أنا ما سامع اكو هيك خدمة. والحمد لله هسه أنا صحتي زينة، بقيت على التداوي ونفس الدكتور يعني بقيت أتداوى به، والله يعطي الصحة والعافية الدكتور محمد محمود. يعني أعجز عن شكري وتقديري له. اي والله. شاری پزیشکی فاروق، چاودێری پزیشکی بێوێنە.